السلام عليكم خواتاتي. اليوم ان شاء الله رايحين نشوفوا لا فيديو كيفاش رايحين نطفوا الماشينه تاعنا مره في الشهر هكا باش تحافظي عليها وتطول معاك اكثر، يعني اطول مده ممكن. رايحين نبداو كيفاش نحيو القجر هذا، كيفاش نحيو القجر وننظفوه، وكيفاش راح ننظفوا هنايا هذا الطنبور، وكيفاش راح هنايا نوريكم كيفاش تنحيو حتى الفلتر وتنقوه. هذه العمليه هذه تصرا مره في الشهر. تابعوا معايا لا فيديو. اولا نبداو بالقجر. كيفاش نقلعوه؟ القجر اللي نديرو فيه السائل، تروحي عند هذا السهم هذا اللي ازرق تضغطي عليه، شغل تضغطي للامام. كي تضغطي على هذاك السهم الازرق رايح ينقلع معك الدرج بكل سهوله. تديه هنايا تنظفيه وتعطيه غسله شابه بزاف، سيرتو البلايص اللي يخرج منهم الماء. يعني روح دير هنايا انا سائل غسيل الاواني وهذا الحبل تاع الماعن هذا، ونغسلو غايه الغايه. نرجع للمكان تاع الدرج. تشوفوا هاد التقابي هادو هما اللي يخرج معاهم الماء، خطره على خطره لازم ننظفوهم هكذا باش ما يعني ما يتعملوش رواسب ويتبوشاو وما يولوش يخرجوا الماء. راح نجيب هنايا ادوات التنظيف تاعي ونقيه، يعني نعطيه غسله شابه. راكم تشوفوا هذوك التقابي لازمنا يعني حتى هما نعطيهم حقهم. اذا ها هي يعني جبت هنايا ادوات التنظيف تاعي اللي هما سائل غسيل تاع الاواني، خلطته مع شويه برك تاع لافافيل، وراني نقي في هذاك السقف هذاك اللي يجي فيه الدرج، حتى المكان تاع الدرج نظفو غايه الغايه. كيما قلت لكم نعطيلو غسله شابه بزاف هكا باش نضمن باللي طيله شهر كامل ما يصراليش مشكل في انه الماشينه ما تخرجليش الماء. نرجع الدرج تاعي بعد ما غسلته ونشفته، نرجعو المكان تاعو رايح يدخل معكم بكل سهوله. فقط سيسوه يعني سهله ماشي واعره. جبت هنايا كاس نتاع خل ابيض، درته في المكان اللي نحط فيه سائل الغسيل، وبروغراميت الماشينه تاعي على 45 دقيقه ورايحه نديماريها، وهكا تكونوا نظفتوها. بالنسبه لطريقه تنظيف الفلتر راني دايرتها في فيديو خاص بوحدها، دوروا عليها في القناه رايحين تسيبوها كيفاش تنقوا الفلتر. وهذه هي الطريقه الصحيحه لتنظيف آلة الغسيل. كي كملت دورة تنظيف الآلة، حكمت الشيفونة كيما هكا، درت فيها الخل الأبيض ونفت على كامل السطح تاع آلة الغسيل، لمعتها كيما هكذا كيما حنا نقولوا. هذه هي الطريقة، والسلام عليكم.